الشخص اللي بيقول لك انا ما بحبش الناس، ما بحبش قعده الناس، ده اكيد فيه مشكله. اي علاقه في الدنيا فهي استثمار. هحكي لكم قصتين شخصيا مني، ان العلاقات هي اللي هتخليك تخش شغل جديد، هي اللي هتخليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه فيديو جديد. لو بتتفرج عليا لاول مره فانا نادر اينو، شاب مصري عايش هنا في السويد، تحديدا مدينه مالمو. النهارده هتكلم معاكم في موضوع الصحاب. ايه الصحاب في اجازه؟ هتكلم ازاي نظرتي في اختيار الصحاب اتغيرت، وازاي برضو معرفه الناس مهمه جدا جدا، وازاي تعمل فرق ما بينهم، خصوصا للناس المغتربين. بما ان الفيديو ده بيتصور دلوقتي في رمضان والساعه دلوقتي 3:30، فاضل حوالي 3 ساعات على الفطار، فتعالوا ناخد الكاميرا نطلع نتمشى في مالمو شويه. برضو واخد معايا الدرون، يلا بينا ليتس جو. العجل ده بيتأجر بالسنه، حلاوته ان في اكتر من ستيشن حوالين المدينه. عجله لذيذه جديده، very comfortable، فمريحه جدا، فيلا بينا. طيب اولا خلينا متفقين ان احنا كبني ادمين العلاقات في حياتنا مهمه جدا جدا جدا. بمعنى الشخص اللي بيقول لك انا ما بحبش الناس، ما بحبش قعده الناس، ده اكيد فيه مشكله ولازم تتحل. لان احنا كبني ادمين وجود الناس حوالينا مهم جدا ولازما ولا بد. يعني دايما بيقول لك we are social animals، احنا لازم نتعامل مع ناس ولازم نتكلم ولازم نروح ونيجي. وزي ما قلنا في الاول هنتكلم عن حاجتين، الحاجه الاولى وهي الصداقه، الحاجه الثانيه وهي العلاقات بشكل عام، ان انت يكون عندك علاقات متنوعه مع ناس مختلفه. مثلا انا هنا في مالمو عارف لا اله الا الله، تمام، عارف ناس كتيره جدا، بس الناس اللي هي القريبه مني يتعدوا على صوابع الايدين، مش هو صوابع الايد واحده. عشان انا زمان كنت بختار صحابي ازاي ودلوقتي بختار صحابي ازاي. زمان كان اي حد بقعد اضحك معاه واهزر معاه ويعني we having a good time، ده صاحبي، يعني اقول خلاص احنا في ما بيننا كيمياء وبتاع واحنا كده صحاب، تمام. دلوقتي ايه هي الصداقه بالنسبه لي؟ ده اللي انا عايز اتكلم معاكم فيه. طيب دلوقتي انا بختار صحابي ازاي؟ في حديث كده عن علي بن ابي طالب، فيما معناه ان الصاحب اللي بجد تعرفه في 3 حالات: ان في شده تصيبني، او نعمه تصيبه، او في مشكله ما بيننا. طيب انا دلوقتي قابلت شخص في ما بيننا كيمستري، بنقعد مع بعض بنضحك بنهزر، فاهمين دماغ بعض، بنعرف نتكلم، الكلام ده كله. ومن هنا بتبدا حاجه بسميها انا جوله الاستثمار. اي علاقه في الدنيا، سواء زوجتك، والدتك، اختك، صاحبك، اي علاقه في الدنيا فهي استثمار. بتحط وتاخد، تمام. خلاص احنا شفنا الشخص اللي هو انا شايفه ان هو قيمه واخلاقه، الفيجن بتاعته او نظرته للحياه متماشيه معايا، فببدا ان انا اعمل انفستمنت. بمعنى مثلا بعزمه عندي في البيت، مثلا في عيد ميلاده بجيب له هديه، مثلا رايح البيت ما اخشش بايديا فاضيه مثلا. فبشوف هل انا اللي على طول بدي ولا الموضوع ماشي خد وهات. دلوقتي في مشكله حصلت لي انا مثلا هنا في الغربه، اول صديق اتعرفت عليه في اول مشكله انا وقعت فيها، ما كانتش مشكله، هو كانت فتره صعبه انا معدي بيها، خلع، فاهمني. فصاحب زي ده انت لو مش معاك الحلوه والمره فيبقى ده برضه مش صاحب. واحد انتوا صحاب بعد كده ربنا كرمه فبدا اللي هو ايه يقلل كلام معاك مثلا، فلا ده ما كانش صاحب، ده كان معرفه. واحد صاحبك في مشكله حصلت ما بينكم فبدا يطلع بره يتكلم دقينه 1 2 3، يبقى ده برضه مش صاحبك. يا جدعان شايفين الحمام ده كله؟ يلا بينا كده نعمل ايه؟ واحده انتحاريه. لا ما طاروش زي ما انا عايز. ماشي يلا بينا، خلينا نجرب تاني بس المره دي من غير العجله، هجري وسطيهم. يلا بينا. يا ريتني ما جريت. اللي فيكم ما يعرفش انا مشط رجلي اتكسر من حوالي 3 أسابيع ولسه ما اتعافتش منه يعني، فالحماسه خدتني ودلوقتي مشط رجلي شد عليا تاني. عشان تبقوا فاهمين، مفيش حد بيفتح مشروع متاكد ان هو ينجح 100%، مفيش حد بيحط فلوسه في البوسطه ومتاكد ان هو هيكسب 100%. فدي كلها بتبقى رهانات انت بتراهنها على الشخص اللي انت فاكره شخص صح. خلاصة الموضوع عيش بقلب مفتوح وجرب، ولكن ما تثقش 100%. حب الناس، عامل الناس بمودة بمحبة، خليك كريم،
ولكن ما تديش ثقه 100% عشان قلبك ما يتكسرش في علاقه انت كنت مفكر هتكمل مدى الحياه، في علاقه كنت مفكر ان الشخص ده كويس وطلع مش كويس. فعامل بود بمحبه، خلي قلبك مفتوح، ولكن ما تثقش 100% ان العلاقه دي هتبقى دايما. والحديث اللي كنت بقول لكم عليه لقيته دلوقتي بيقول: لا تأمنن لرفقة أحد حتى تراه في ثلاث، شدة تصيبك أو نعمة تصيبه أو جفوة بينكم. علي بن أبي طالب. نيجي لنقطة العلاقات المتنوعة واللي شايفها مهمة جدا جدا بالنسبة للناس المغتربين خصوصا. أنا مؤمن 100% لأي حد مغترب إن العلاقات هي اللي هتخليك تخش شغل جديد، هي اللي هتخليك تنقل لشقة جديدة بطريقة سهلة، هي اللي هتخليك تنجز حاجات كتير، بس عشان انت عندك علاقات كتير متنوعة في مجالات مختلفة وفي أماكن مختلفة ولسانك حلو وعلاقتك حلوة مع الناس. بس في فرق ما بين ان انت تحط الشخص في دايرة المعرفة ودايرة الصحاب اللي احنا فصلناها واتكلمنا عنها. اتعرف على ناس، اطلع اتكلم. ومن الحاجات اللي شايفها مهمة جدا جدا عشان توسع دايرة معرفتك سواء في المدينة اللي انت فيها او لو انت مغترب ودي مدينة جديدة عليك، ان انت تجرب انشطة مختلفة. انا هنا مثلا في مالمو في السويد، نشاط البريك دانس اللي انا اوريدي كنت اصلا بعمله من زمان خلاني اتعرف على ناس كتيرة جدا جدا. والناس دي مش بس دانسرز، الناس دي في منها المحاسب، في منها اللي شغال في مطعم، فهي حاجات مختلفة برضو. الناس دي هتفيدك في حاجات كتير. برضو البيتش فولي بول، من ان هنا مدينة مالمو مدينة ساحلية. اكشلي انا بصور دلوقتي وده سبوت من ضمن السبوتس ورايا اللي احنا بنلعب فيها. باختصار شديد الانشطة المختلفة هتخليك تعرف على ناس كتير. خليك شخص مهذب، خليك شخص ذو قيم، لان برضو الناس اللي انت تتعرف عليها على حسب برضو انت في انهي دولة، الناس دي قيمهم غير قيمك. فمش شرط ان هم قيمهم غير قيمك ان انت متعرفش عليهم، ولكن خليك دايما ثابت على قيمك. Do you want to shoot a shot? Yeah, shoot for the camera, bro. Yeah? Hit. Let's go. Oh. Choo! That was actually from the first shot. Good job, bro. Thanks. You want to give it a try? Damn. هو راجع ورا. يا نهار أبيض. That was close enough. Have a good day, guys. Have a good day. Take care. Ciao. خليك فريندلي، خليك لذيذ. مش شرط ان ناخد الكونتاكت بتاعهم، بس it's a way of being friendly، ان انت تتكلم مع اي حد. ومش شرط اي حد تتكلم معاه يبقى نفس الدماغ ونفس المينتاليتي وان يبقى في ما بينكم كيمستري وان انتوا تبقوا اصحاب ويبقى في ما بينكم معرفه، ولكن دايما جرب، اطلع اتكلم مع ناس وصدقني مش هتندم خالص. وسوري ان الشمس ورايا فانتوا تقريبا مش شايفيني اصلا. فودورا ان ذا هاوس. احنا كده في السيتي سنتر، منطقه اسمها تريانجل. وانا ماشي دلوقتي بص لقيت مين؟ بصور وبقول لهم وانا ماشي بص لقيت مين؟ عامل ايه؟ وقفت عشان اقول لك كل سنه وانت طيب. انت طيب يا رب. حبيبي ايه الاخبار؟ وحشني كتير والله. الله يخليك يا رب. بصور لليوتيوب. اهلا وسهلا. وحشني كتير والله. الشخص ده من الناس الكويسه جدا اللي انا قابلتها هنا في مالمو، شخص قلبه طيب جدا جدا جدا، سوري هو وكان عايش في مصر فتره، فعشان كده بيقول لي احلى مسا عليك يا اسطى وبتاع. باختصار شديد يا جماعه، تعرفوا على ناس. صدقني الرقم اللي انت هتحفظه على موبايلك النهارده انت مش متوقع ممكن يجيب لك فرصه ايه قدام. الشخص ده ممكن يوفر ايه ليك او انت توفر ايه ليه، فاهم؟ ممكن يبقى فيوتشر كلاينتس ليك او عميل ليك في المستقبل. هحكي لكم قصتين شخصيا مني. الشغل اللي انا فيه دلوقتي جه عن طريق ايه؟ ان انا قابلت شخص اتكلمت معاه، انت شغال فين؟ شغال في المكان الفلاني. طب وبتعمل ايه؟ والله بعمل 1 2 3. تمام. قال لي ان هو مسافر هيدرس في مدينه تانية كمان كام شهر. قلت له خلاص اوكي، لو انت عايز حد يعمل لك ريبليسمنت انا موجود، لان كنت اوريدي في الفتره دي بدور على شغل. وفعلا الشخص ده بعدها باسبوع عمل ريكومنديشن او كلم صاحب الشغل. رحت اتكلمت مع صاحب الشغل، بدات شغل في نفس الاسبوع اللي انا اتكلمت معاه. اولا دي تدابير وتوفيق ربنا طبعا، اللهم لك الحمد والشكر، ولكن لو ما كنتش انا فتحت كلام مع الشخص ده، طبعا هو ربنا بعته لي سبب، ولكن لو ما كنتش فتحت كلام معاه ما كنتش هبقى في المكان اللي انا فيه دلوقتي. مثلا في اجازه الكريسماس اللي فاتت دي كان عندي اجازه من الشغل، فقررت ان انا اقضيها في بولندا. ولما رحت هناك تعرفت على شخص، الشخص ده شغال كابين كرو،
وعمل لي ريكومنديشن برضه في كابين كرو وقدمت السي في ولكن ربنا ما اذنش. بس تخيل معايا لو كان مثلا ربنا شايف لي نصيب فيها وفعلا اتقبلت، ده كان كله ليه؟ ان انا عملت ابروتش او ان انا قررت ان انا اتكلم مع الشخص ده، اعرف اكتر عن الشخص ده، مش بس ان انت بتكلم عن نفسي انا وانا لا، يعني انت مين، بتعمل ايه، شغال ايه، بتروح فين، بتيجي منين، بتحب تسافر فين، سفرك بيبقى عباره عن ايه، بتحب هايكنج ومشي وكده ولا مزارات ولا، فاهمني؟ ان انت تبقى دايما فاتح برضه فرصه ان انت تتعلم من الشخص اللي قدامك، لان كل شخص فينا عنده الهيستوري بتاعته او القصه بتاعته اللي هتلهم فيك حاجه وهتوصل لك حاجه هتفيدك في شخصيتك. يبقى خلاص الكلام، اتعرفوا على ناس، سافروا، اتعرفوا على اماكن مختلفه وناس من اماكن مختلفه، وما تفكرش مرتين ان انت تستثمر في اي علاقه، ولكن خليك دايما متذكر ان nothing stays forever، ولا صداقه ولا اشخاص بنحبهم ولا شغل ولا صحه ولا مال ولا اي حاجه. ودي برضو من الحاجات اللي بتهون عليا كتير، ان انا مقتنع مليون المية ان مفيش اي حاجه دايمه مدى الحياه، فعيش كل حاجه بحلاوتها دلوقتي، وبلاش الماضي اللي كسرك يفضل كسرك دايما، وعيش بقلب مفتوح. واشوفكم دايما بخير. سلام. ولا يهمك، كل عام وانتم بخير.